هحللكم النهاردة مشكلة كبيرة بتواجه معظم البنات. طبعا البنت لما بتعمل بالفتلة أو بأي وسائل من وسائل إزالة الشعر بتلاقي طبعا حبوب في الوجه والبشرة، فبتتحسس منها وممكن يحصل التهابات. طبعا بالطريقة دي مش هتخلي فيه أي حبوب خالص تظهرلك. بعد العمايل على طول بتستخدميها، مثلا بعد ما بتعملي بربع ساعة كده وشك بيهدى شوية، وبعد كده بتبدأي تعملي الطريقة دي بقى بتخلي مفيش أي حاجة في الوش بتظهر خالص نهائيا. يلا بينا بقى ندخل على المكونات اللي هنستخدمها. معانا أول حاجة معلقة من دقيق الرز المطحون، رز وطحناه. ومعايا هنا معلقة من النشا، ومعانا عصرة من الليمونة، دي بتشيل طبعا التصبغات في الوش وبتنضف برضو البشرة. وهنا معلقة كبيرة من الزبادي، ممكن متستخدميش الليمون لو بشرتك بتحسس قوي منه. ومعانا معلقتين من اللبن السائل. طبعا هنقلب المكونات دي كلها كده لحد ما تبقى كريمي. وممكن تستخدمي بدل الحاجات دي كلها، يعني لو ما عندكيش المكونات دي ممكن زبادي بس فقط. زبادي بتعمل على ترطيب البشرة وبتهبط من السخونية اللي بتطلع مطرح عمايل الفتلة وكده. دي طبعا بترطب بتشيل السخونية كلها من الوش. السخونية طبعا ديت هي اللي بتعمل الالتهابات والحبوب دي. يعني ممكن علبة زبادي بس تستخدميها، بتحطي معلقة كده تحطيها على وشك، بس لازم تكون ساقعة عشان تشيل السخونية من الوش. دي بقى ميزتها ان هي بتنظف البشرة من اي تصبغات، وبتفتح البشرة وبتعمل على نضارتها. المكونات اللي انا حطيتها دي هنا بقى بتحطيها طبعا على البشرة، وبتفضلي تدلكي كده شوية. بعد كده بتسيبيها لمدة ساعة نص ساعة، وبعد كده بتغسلي وشك. وهقول لكم برضو على مكون كمان برضو لو في اي حباية في الوش بلاقيها كده بتظهر لي بالليل، بروح حطاها في وشي، بلاقيها بتروح بتختفي على طول تاني يوم. مرهم بيبقى مرهم كينا كومب، هتشوفوه دلوقتي. مرهم كينا كومب ده هو ده كريم، نوع كريم. بجد تحفة تحفة تحفة، يعني بمعنى الكلمة. هو مضاد حيوي بس بيشيل اي اثر حبوب بتظهر على طول. الكريم ده كمان لو استخدمتيه بعد ما تعملي على طول كده هتلاقيه ضيع اي حبوب واي حاجة في البشرة على طول. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.